ازيك يا رب تكون في احسن حال. هنكمل النهارده في قصه الانبياء في الحلقه قبل الاخيره من السلسله دي. ان شاء الله اخر حلقه اكيد هتبقى عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه ان شاء الله. دي حلقه الثلاث. ربنا يوفقنا باذن الله ونكون توفقنا في السلسله دي. هنتكلم النهارده عن اتنين من انبياء الله، هم سيدنا موسى وسيدنا هارون، اخوه بمعنى اصح او كليم الله. انت اصلا اول مره بتشوفني اشترك وفعل الجرس، يعني دي بمثابه بقى فاهم كل سنه وانت طيب بمناسبه العيد بالنسبه لي. ولو انت اوريدي مشترك شير عشان ناس كتير تتفرج على السلسله دي وتستفيد منها. ويلا بعد الانترو ما طولش عليكم نشوف قصه سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. مبدئيا احنا ما نعرفش كتير عن سيدنا هارون، لكن نعرف ان هو اولا الاخ الاكبر لسيدنا موسى عليه السلام، ونعرف ان هو في قصه لما كانوا القوم عبدوا العجل بمعنى اصح نهارهم وطلب منهم ان هم يلتزموا بالشريعه بتاعه سيدنا موسى. انا طبعا فاهم انت مش هتفهم الموقف ده غير لما اقول لك على الموضوع بتاعه سيدنا موسى، او اقول لك على الموقف كامل في قصه سيدنا موسى. بس جاريني معلش او مشي معايا الحلقه. هو في الوقت ده قوم سيدنا موسى قرروا ان هم هيعملوا عجل من ذهب له خوار وهيعبدوه، فهو قال لهم ان اللي انتوا بتعملوه ده حرام. وسيدنا هارون تمسك بموقفه، ولكن خشى عليهم من ان هم يتفرقوا زي ما هو قال لاخوه لما سيدنا موسى رجع ولقاهم بيعبدوا العجل وعاتب سيدنا هارون. سيدنا هارون قال له ان يعني لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. ده اللي سيدنا هارون كان خايف منه. ثانيا سيدنا هارون كان هو اللي بيساند وهو العون لاخيه سيدنا موسى في دعوته ضد فرعون او ضد قوم فرعون، وكان نبي ومستشار بمعنى اصح لسيدنا موسى. وده كان بناء على طلب اصلا سيدنا موسى من ربنا سبحانه وتعالى، لما طلب ان هو يخلي معاه سيدنا هارون يكون موجود معاه في لقائه مع فرعون وقوم فرعون. دي كده قصة سيدنا هارون بشكل مختصر، لان هو ده اللي وصل لنا عنها. يعني انا زي ما قلت لكم في بداية السلسلة دي خالص، انا اعتمادي الاساسي على القرآن والسنة واقوال العلماء، فمفيش حاجات كتير وصلت لنا عن سيدنا هارون. تمام، في حاجات كتير اسرائيليات وكده، وانا حكيت في وقت من الاوقات انا مش عايز اخش في القصه دي، فعشان ما اطولش عليكم يلا نخش على طول على قصه سيدنا موسى. قصه سيدنا موسى بدات لما فرعون شاف رؤيه فيها ان حد هيتسبب في هلاك ملكه، والحد ده هيبقى ولد من بني يعني من قوم موسى عليه السلام اللي هم بني اسرائيل بمعنى اصح. فقرر ان هو هيذبح الاولاد الذكور اللي بيتولدوا في سنه وهيسيبهم في سنه. ربنا سبحانه وتعالى يعني بيوري له ان انت ولا حاجه. تمام، طبعا احنا ما دخلناش في مراد الله حاشا لله، ولكن ده فهمي للي حصل. ان طيب انت بتذبح في سنه وبتسيب في سنه. طب ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا موسى يتولد في السنه اللي هو بيذبح فيها فرعون ونجاه. ومش بس كده، ده هو اتولد في السنه اللي بيذبح فيها فرعون، وفرعون شخصيا هو اللي رباه في بيته. عادي بقى فاهم انت مفكر ان انت بتعمل ايه؟ يعني انت مفكر ان انت هتعمل ايه؟ المهم عشان تقرر في الوقت ده لما ام سيدنا موسى انجبته، قررت ان هي تحطه جوه صندوق وتحطه على نهر النيل او اليم بمعنى صح، اللي العلماء المسلمين فسروا بان هو نهر النيل، عشان تشيلوا الميه بامر من ربنا سبحانه وتعالى وتوصل بيه لحد القصر بتاع فرعون. فيشوفوا الخدم الصندوق اللي فيه طفل صغير وياخدوه ويدوه للسيده اسيا زوجة فرعون، اللي لما شافته قررت انه هي تاخده كولد او تحتفظ بيه هي وفرعون ويتعاملوا معاه لانه ابنهم. ولكن يشاء السميع العليم سبحانه وتعالى ان هو سيدنا موسى يرفض المرضعات اللي بتجيله. فأم سيدنا موسى طلبت من أخته إن هي تروح ورا أثر أخوها تشوف هو حصل له إيه أو وصل لفين، فعرفت إن هو وصل للقصر بتاع فرعون. ولما شافت الموقف ده قالت لهم أنا ممكن أدلكم على مرضعة تقدر ان هي يعني ترضعه وهو ما يرفضهاش. وبكده بيكون ربنا سبحانه وتعالى رد سيدنا موسى لامه مره تانية عشان تقر عينها، وربنا ذكر لنا ده لانه ربط على قلبها. كبر سيدنا موسى عليه السلام ونشأ في بيت فرعون زي ما قلت لك، عشان في مره من المرات وهو داخل المدينه يلاقي اتنين بيتقاتلوا مع بعض، واحد من قوم سيدنا موسى وواحد من قوم فرعون. اللي من قوم سيدنا موسى استنجد بسيدنا موسى، فهو سيدنا موسى وكز الراجل، فكان قدر الراجل في اللحظه دي ان امره ينتهي فمات. يستغفر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى ويتوب من ده، لانه طبعا ده قتل خطأ، فربنا غفر له وتاب عليه سبحانه وتعالى زي ما بيذكر لنا في القرآن الكريم. ولكن تاني يوم او يعني تاني يوم لقى سيدنا موسى نفس الراجل بيتخانق مع واحد تاني فاستنجد بيه. فلما جه سيدنا موسى يحوش بينهم، فالراجل قال له انت عايز تقتلني زي ما قتلت واحد امبارح؟ فنفس الموقف انت فاهم.
فهو ما عملش طبعا كده، ما حصلش ان الموقف اتكرر يعني بمعنى اصح ان الموت او القتل هنا. ولكن جه راجل من اقصى المدينه قال لسيدنا موسى ان القوم بيأتمروا بيك عشان يقتلوك، يعني ناويين لك على نيه بمعنى اصح، فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج سيدنا موسى من مصر وهو بيترقب وراح لمدين. ولما راح هناك لقى ناس واقفين عند بير ميه بمعنى اصح بيسقوا، وقعد في المكان ده ولقى بنتين واقفين مستنيين بمعنى اصح ان هم يسقوا. فلما سالهم قالوا له ان هم بيسقوا عشان ابوهم شيخ راجل كبير بيستنوا ان الناس تخلص وكده. فسيدنا موسى كان قوي وقدر ان هو يساعدهم في ده، هو قعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى. ولما ابوهم عرف بالكلام ده طلب من بنت منهم ان هي يعني تستدعي سيدنا موسى. فسيدنا موسى راح له، والراجل قرر ان هو قال له انا هزوجك لاحد بناتي مقابل انك تشتغل عندي لمده 8 سنين، ولو اتممتهم 10 ده من عندك انت. وسيدنا موسى وافق على العرض ده وكمل ال10 سنين. وبعد ما انتهت المده دي قرر سيدنا موسى انه هيرجع لمصر او يرجع لوطنه بمعنى اصح. عشان وهو راجع واهله وفي وقت من الاوقات هم في الصحراء، فقرر انه بيدور على نار عشان يستأنسوا بيها بمعنى صح او يتدفوا بيها. فسمع هنا صوت المولى لاول مره بيقول له ان هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فخاف سيدنا موسى، ولكن ربنا طمنه وقال له انه يرمي العصايه اللي في ايده. فسيدنا موسى قال له ان دي عصايه بهش بيها على غنمي وبتوكل عليها. فربنا قال له يرميها فتحولت لتعبان عظيم. فسيدنا موسى خاف، ولكن ربنا برده قال له انه لما يمسكها مره تانية هترجع زي ما كانت، وقال له انه يحط ايده في جيبه وهتطلع بيضاء من غير سوء. دي كانت معجزات موجودة لسيدنا موسى عشان يقدر بيها يقنع القوم بتوعه. ولما راح لفرعون ويقابل بقى سيدنا هارون اخوه وخدوا معاه وراحوا لفرعون عشان فرعون قعدته استهزأ بيهم وقال للقوم اللي حواليه الرسول اللي ارسل اليكم مجنون، واستهزأ بكده. فسيدنا موسى حب يثبت له ان لا انا فعلا بتكلم بجد، ووراله المعجزات اللي معاه. فهنا اتهموا فرعون بالسحر، واستدعى السحرة اللي في المدينة وقال لهم ان هم ليهم جايزة ان هم هيبقوا من المقربين منه لو ان هم بما معناه قدروا ان هم ينتصروا على سيدنا موسى. ولما حصلت المبارزة بينهم السحرة لانه عارفين ان هم على باطل، لما شافوا معجزات سيدنا موسى فهموا تلقائيا وبسرعة ان ده مش سحر، ان ده كلام حقيقي وان ده نبي حقيقي، فامنوا معاه. لكن ده اغضب فرعون جدا اللي قال لهم ازاي ان انتوا تامنوا معاه من غير ما ناذن لكم. فقرر ان هو هيهددهم بالقتل والصلب. ولكن صمم فرعون على كفره وعلى ادعائه للالوهيه، وناس كتير صمموا على ده معاه، اللي هو هامان اللي كان المساعد بتاعه كمان او وزيره. وبالمناسبه هو لما سيدنا موسى قال له على ربنا، هو طلب من هامان يبني له صرح عشان يطلع بما معناه يقابل اله موسى. ده في اعتقاد فرعون ان هو هيقدر يعمل ده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا طبعا. لكن ربنا ارسل عليهم ايات في الوقت ده زي الجراد والقمل والضفادع والدم، ولكنهم برضو مفيش، يعني هم مفيش في تصميم ان هم ما يؤمنوش بالله سبحانه وتعالى وما يتراجعوش عن اللي هم كانوا فيه، عشان يؤمر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا موسى انه يخرج من مصر هو والناس اللي امنوا معاه. ولكن فرعون لما عرف كده بعت وراهم الجنود وراح وراهم بنفسه هو كمان. فبقى البحر وصلوا قوم سيدنا موسى في الحادثه الشهيره عند البحر، فبقى البحر قدامهم وفرعون وراهم. فالقوم قالوا ان احنا خلاص هنهلك، ولكن سيدنا موسى كان عنده ايمان قوي بالله، فاوحى له ربنا سبحانه وتعالى انه يضرب البحر بالعصايه بتاعته. ولما عمل كده البحر اتفلق نصين بمعنى صعب، بقى فيه يابسه وبحر كده كانه جبل بحر، وكده جبل بحر الميه ممسوكه على شكل جبل. فالطريق ده قدر يمشي منه موسى او سيدنا موسى عليه السلام وقومه. فرعون مغرور فدخل وراهم. طب انت ما خفتش ان هي تنطبق عليك؟ وقد كان هو ده فعلا اللي حصل، ان البحر انطبق عليه وهو بيموت نطق بجمله مذكوره لنا في القران وقال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. ده في الايه الكريمه. لكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، لكن ربنا قال فاليوم ننجيك ببدنك. ربنا سبحانه وتعالى نجى بدنه ان ما يتحللش عشان يكون آية لمن خلفه، عشان ينجى سيدنا موسى وقومه من فرعون والبطش اللي كان ناويه ان هو يعمله معاهم، ويهلك فرعون والناس الظلمه اللي معاه. في طريقهم عدوا سيدنا موسى في الطريق بقى بعد ما نجوا، عدى هو والقوم على ناس بيعبدوا اصنام او ليهم اصنام بمعنى اصح. فالقوم بتوعه بني اسرائيل كعادتهم متعبين، طلبوا ان هم قالوا له اجعل لنا الها كما طب ما انتوا عندكم ربنا، يعني انتوا ما في ربنا سبحانه. لا هم عايزين يقصدوا هنا ان عايزين اصنام صنم يعبدوه. فسيدنا موسى نهرهم على الفعل ده. وبعدين راح سيدنا موسى للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى واستخلف من بعده سيدنا هارون في انه يحكم بين بني اسرائيل. ولما راح سيدنا موسى عليه السلام حصلت الحادثه الشهيره لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يرى الله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال له ان انت مش تقدر ان انت تشوفني بمعنى صح زي ما مذكور في الايه الكريمه، ولكن بص للجبل، لو الجبل استقر مكانه هتقدر تراني. لما ربنا تجلى سبحانه وتعالى للجبل، الجبل اتدك وسيدنا موسى خر صعقا. وربنا
علموا اللي هي التوراة او الالواح اللي هي اللي فيها التوراة. ولما رجع سيدنا موسى لقى قومه، فتنهم واحد اسمه السامري، خد الذهب عمل منه عجل، هو كده هم ده بيعبدوه. لكن سيدنا هارون زي ما حكيت لك في اول القصه نهارهم وقال لهم ان اللي انتوا بتعملوه ده غلط وما ينفعش، لكن هم ما سمعوش الكلام. حتى سيدنا هارون في ايه من الايات بيقول لسيدنا موسى ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. يعني هم اصلا كانوا عندهمش مشكله برضو، سيدنا هارون ممكن يقتلوا عادي، هم ما عندهمش مشكله مع ده. فسيدنا موسى غضب جدا والقى الالواح في الوقت ده اللي كانت فيها التعليمات او الشريعه اللي ربنا اداها له، ولكن هو استغفر ربنا سبحانه وتعالى ليه ولاخوه. لكن قرر سيدنا موسى عليه السلام ان هو هيثبت لقومه ان ده برده حاجه ملهاش لازمه. راح حرق العجل دوت ونسف الرماد بتاعه في اليم بمعنى اصح، وعاقب السامري بعقاب انا مش فاهمه، يعني اللي هو ان تقول لا مساس وان لك موعدا لن تخلفه. اختلف العلماء في كده، ان هو قال لك لا مساس ان هو ما حدش يتعامل معاه، او ان لا مساس ان هو نسله اتقطع، ده بالنسبه للسامري، ولكن دي فيها خلافات فانا بالتالي مش عارف تفسيرها عامل ازاي. في من ضمن المواقف برضه اللي مر بيها سيدنا موسى هي القصه الشهيره بتاعت البقره، بقره بني اسرائيل. لما حصل ان واحد من الاثرياء مات واللي كان مموته هو قريبه، والموضوع وصل لسيدنا موسى، فهم عايزين يعرفوا كده، فجاله الوحي من ربنا ان هو يقول للقوم يذبحوا بقره، عشان المفروض هيضربوا الميت باجزاء من البقره دي فيصحب امر الله سبحانه وتعالى ويقول لهم مين اللي قتله. فهم يعني مش هلاقي وصفه اجمل من اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قاله، يعني قال لك شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم. فضلوا بقى يسالوا طب البقره شكلها ايه، طب البقره لونها ايه، طب صفاتها ايه، بتشددوا ربنا سبحانه وتعالى شدد عليهم. قعد بقى سيدنا موسى يقول لهم ان هي صفراء فقع لونها تسر الناظرين، وهكذا بقى الصفات كلها. مع انه يقال ان بقول لك لو كانوا جابوا قتل قال لهم هاتوا بقره، جابوا اي بقره ذبحوها وخلصت كان الموضوع انتهى. بس مش هختلف، هي عادتهم دي طبيعتهم طبعهم، ما ينفعش يمشوها كده سهله. المهم بعد كده عندنا برضو المشهد بتاع سيدنا موسى مع سيدنا الخضر. طلب سيدنا موسى انه يتعلم منه يستزيد من علمه، لكن سيدنا الخضر قال له انت مش هتستطيع معايا صبرا، انت مش تقدر تصبر على الحاجات اللي انت هتشوفها. سيدنا موسى قال له لا انا هقدر ان انا اصبر. سيدنا موسى لما مشي معاه في الرحله، سيدنا الخضر خرب السفينه بتاعت ناس ركبوهم معاهم من غير ما ياخدوا منهم فلوس. فسيدنا موسى تعجب جدا، انت ازاي تعمل كده، انت ازاي تخرب السفينه كده؟ فقال له انا قلت لك انت مش هتصبر. فسيدنا موسى تمام خلاص فهم ان هو عايز يقوله له. تاني مره قتل ولد، فقال له انت ازاي تقتل طفل بريء؟ قال له انا قلت لك انت مش هتصبر معايا. تالت حاجه لما بنى الجدار وكانوا عند قوم بخله، فسيدنا موسى برضو استغرب، فهو قال له هذا فراق بيني وبينك. وهنا نبئه بالحاجات دي كلها ليه هو عمل كده. قال له على الحاجة الأولى إن دي سفينة كانت لناس عندهم ملك بياخد كل سفينة غصبا. كل الحكاية دي مذكورة لنا طبعا في سورة الكهف. والولد كان عنده أبوه وأمه خشينا إن هم يرهقهم طغيانا وكفرا، فربنا سبحانه وتعالى يبدلهم بخيرا منه، ابن بار بمعنى أصح. والجدار كان لراجل صالح عنده ولادين أيتام، الراجل مات، فربنا سبحانه وتعالى بيحافظ لهم على الكنز بتاعهم اللي مدفون تحت الجدار ده من ان القوم بتوعهم ياخدوه. القصة دي على فكرة بالمناسبة تتعلم منها فكرة ان اقدار الله مش دايما على هواك انت، يعني مش دايما ربنا هيقول لك الحكمة. يعني صحاب السفينة عرفوا الحكمة بسرعة، او اللي اتخرمت، لو حد شاف السفينة اتخرمت فمجرد ما وصلوا فهموا الحكمة، ده كان في واحد ظالم هياخدها فلا الحمد لله ان هي اتخرمت، ففهموا الحكمة من الابتلاء. الاب والام اللي ابنهم مات ما يعرفوش الحكمه بس اتحملوا بلاء ربنا. فوارد ان يحصل لك بلاء عادي جدا انت ما تعرفش حكمه ربنا منه، ومش هتعرف الحكمه منه. مش مطالب هو سبحانه وتعالى ان كل حاجه يقولها لك، ومش مطالب ان كل حاجه يفسرها لك، لا عادي سبحانه وتعالى، هو دي حاجه بتاعت ربنا. وتالت حاجه هي بلاء يعني ليه مده زمنيه زي الجدار، بعد فتره الولدين هيلاقوا الكنز بتاعهم. فالمقصد اللي انا عايز اقوله لك ان نتعلم من النقطه دي في قصه سيدنا موسى، هو ان مش دايما انت لازم تعرف الحكمه من اللي بيحصل لك، لكن انت ليك انك تسلم بامر الله سبحانه وتعالى وتسلم لاقدار الله فينا جميعا. الحلقه واحده بس اللي هي قصه امام الانبياء صلى الله عليه وسلم اللي هنتكلم فيها المره الجايه، وهتكون اخر قصه في السلسله دي.